شكاين؟ جاتك براميريكان، جات فيك القرعه. لي انا؟ ويه جبل فاكس رشيد. ميريكان؟ ويه والميريكان وتستاهل والله لا تستاهل، الله يعمرها دار. هذه القرعه شارك فيها زيد من 300 ألف مغربي ومغربيه، وهو رقم قياسي، واللي حالفهم الحظ وفازوا بتأشيرة الحلم هذه السنه هما 4065 مغربي ومغربيه. علاش قلت الفائزين محظوظين؟ لانهم غادي يتمتعوا بنفس الحقوق اللي عند الامريكيين من العمل بشكل قانوني والاستفاده من خدمات الصحه والتعليم والتقاعد والضمان الاجتماعي، ويمكن كاع يحصلوا على الجنسيه الامريكيه. هذه القرعه ما يمكن يشارك فيها الا الاشخاص الحاصلين على مؤهل علمي من البكالوريا للفوق. 300 ألف مغربي ومغربيه عندهم مؤهل علمي عالي وقاريين وواعيين باغيين يهاجروا ويخووا البلاد، وهذا رقم مخيف وكيبين لنا فشل السياسه والسياسيين وفشل كل الاستراتيجيات اللي اتبعتها جميع الحكومات المتعاقبه على هذه البلاد هذه السعيده. نتائج قرعه ميريكان اللي ضجات بها مواقع التواصل الاجتماعي في مدرتي، كتلقى كلشي كيهضر عليها، بل حتى في الزنقه والقهاوي وحتى في وسط العائله كلشي كيترقب بشوق وشغف هاد النتائج. جميع الفئات، موظفين، حاملي الشهادات، معطلين. حدث صراحه ماشي عادي، فئه عريضه كتطمح للهجره، لكن السؤال المطروح شنو السبب اللي دفع مجموعه من المغاربه على انهم يخويوا البلاد والارض اللي كبروا وعاشوا فيها ويسمحوا في كل شيء موراهم ويقصدوا المهجر حسب عده مؤشرات؟ سبب هجره المغاربه هو تحسين اوضاعهم الاجتماعيه والخروج من بئر الفقر والبطاله. 300 ألف مغربي ومغربيه هو عدد اللي تسجلوا في قرعه الهجره لامريكا. بكل صراحه عدد مخيف وكيخلينا نوقفوا امام هذا الرقم وقفه تأني وتمعن. طاقات شابه يستافدوا منها وحدين اخرين، حنا اللي محتاجينها. محتاجين شبابنا يساهم في تنميه هذا البلد العريق. المغرب قوي بشبابه في جميع المجالات وجميع الميادين، قادر انه يخلق المعجزه ويجعل من بلاده مفخره يتباهى بها امام البلدان المتطوره. كان معكم ميكرو مغربي، دير الخير تلقى الخير.